مفاتيح الغيب 5، مكونات الغيب بتاعك 5. قدرك مكون من 5 غيبيات هم اللي بيلخصوا قدرك. يا جمعهم لنا ربنا في آية واحدة في سورة لقمان. الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة، ما حدش يعرف يوم القيامة إمتى، ده من غموض القدر. 2 وينزل الغيث، مش بيتكلم على نزول المطر بس، طب ما الأرصاد بتعرف إمتى المطر هينزل، والمطر ده هينتج زرع فين ورزق فين لمين ينتج عنه أرزاق شكلها إيه، موضوع لا ينتهي. ويعلم ما في الأرحام، انتوا آخركم تعرفوا السونار في إيه، لكن يعلم ما في الأرحام رزقه إيه وأجله إيه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هيطلع لون عينيه إيه وأبيض ولا أسود وطويل ولا عريض، كل التفاصيل كل التفاصيل كل التفاصيل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. 4 وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يا ترى فلوس بكرة شكلها إيه؟ يا ترى هنكسب كام امتى؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت، يا ترى امتى وفين حموت. 5 حاجات هي قدرك، مكونات قدرك، خباها ربنا عنك. كأن ربنا بيقول لنا ايه؟ يا عبادي هذا قدركم بين يدي وأنا أرحم الراحمين، فأيهما تختاروا، الخوف أم التوكل علي؟ فكرة غموض القدر وال5 دول عشان تحطك قدام سؤال. آخر علم النفس اللي أنا قلته من شوية وعلماء النفس هم آخرهم بيقولوا لك إيه؟ آخرهم بيقولوا لك إن أنت عقلك هيختار احتمال، إنما ربنا بيقول لك اللي بعد كده اللي هو إيه، اللي أعظم من كده بكتير. أنا أرحم الراحمين وقدرك كله بيدي. وغموض القدر اللي أنت خايف منه بإيدي، وأنت تعلم أني أنا الغفور الرحيم. تفتكر قدري فيك يخليك تخاف ولا تتوكل على الله؟